لو مستك كمندوب ان سعرك ارخص، انا ممكن اخليك تخرج من السوق بكل سهوله ومش هتقدر تعافر حتى. مدير مبيعات بيحكي لي ازاي الشركه اللي هو كان شغال فيها فلست. بيقول لي انه كان شغال في شركه ناشئه وكان معاه مندوب، كل ما بيراجع مع اي عميل يقول له ما خدش عشان السعر، يرد يقول له طب ايه غير السعر؟ المندوب يقول له ما فيش، العميل عايز ارخص سعر. فقال له طيب لو انا نزلت لك السعر ايه اللي هيحصل؟ رد عليه وقال له هعرف ابيع اكتر ومنتجنا هينتشر بسهوله. وفعلا المدير رفع الكلام ده للشركه والشركه مشت وراه ونزلت السعر. العملاء بدات تشتري اكتر والمندوب فرح وقال لمديره شفت، ما انا كنت بقول لك من الاول السعر هو المشكله. بعد فتره دخل منافس جديد، بس المنافس ده كان عنده سيوله كبيره جدا ومنتجه كان شبه منتج الشركه دي، وهو كمان قرر ينزل بالسعر الفتره حتى لو مش هيكسب من المنتجات. ساعتها العملاء بدات تشتري من المنافس الجديد عشان سعرهم ارخص، وبداوا يقولوا للمندوب المنافس ارخص منكم، فالشركه نزلت اكتر فالمنافس نزل تاني، وقعدوا ينزلوا قصاد بعض لحد ما الشركه دي فلست. المنافس كمل لانه معاه سيوله ويقدر يتحمل فتره اكبر، والشركه الناشئه قعدت تخسر فتره لحد ما فلست خالص وخرجت من السوق نهائي. ساعتها مدير المبيعات قال لي اكبر غلطه عملناها اننا صدقنا ان السعر هو سبب نجاحنا، والعملاء كانت بتشتري مننا عشان احنا ارخص وبس، فلما ظهر منافس ارخص ما لقيناش سبب تاني يخلي العملاء دول تستمر معانا. الخلاصه السعر ممكن يكسبك اوردر، لكن ما ينفعش يكون هو ميزتك الوحيد، لان اي منافس عنده سيوله اكتر منك ممكن يحاربك بنفس سلاحك. لكن لو عندك حاجه تانية العميل متمسك بيها، خدمه بقى، توافر منتج، سرعه في حل المشاكل، ثقه، متابعه، ساعتها السعر بيبقى عامل واحد من عوامل البيع ومش السبب الوحيد للبيع. قول لي بقى بصراحه، لو المنافس بتاعك بكره باع منتجه باقل منك ب 10%، ايه السبب اللي هيخلي عميلك يفضل معاك؟